يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ الملخص هفكركم بدعمكم باللايك والشير والاشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم سنة 1987 وفي واحد مقنع بيقتحم بيت، والبنت صاحبة البيت اسمها تريزا، وبتلاقي التليفون بيرن. لما بترد محدش بيتكلم، وهي بتقول إنها خلاص زهقت ومش عايزة تكمل، وبتقفل المكالمة. بعدها بتسمع صوت حاجة اتكسرت، وبتنادي على واحد اسمه لوك وواحدة اسمها آنا، وفاكرة إن هما بيخوفوها. لكن فجأة بيظهر المقنع وهي مش بتخاف، وبتقوله إنها زهقت من الموضوع ده، وبتقرب علشان تشيل القناع، لكن هو بيهددها بالسكينة. هي من خوفها بترجع لورا وبتقع من على السلم. وبعد 30 سنة بتظهر شلة صحاب، مارك وسادي وكلوي ودارين وأشلي، بيكونوا قاعدين مع بعض، ودارين بيحكي لهم إن في واحدة في مدرسته القديمة اتعرضت للمطاردة من شاب، وخدت أمر من الشرطة علشان يفضل بعيد عنها. وفعلا الشاب ده بدأ يبعد عنها لحد ما البنت راحت الجامعة، وبعدها استناها في عربيتها وقتلها. بيكونوا متجمعين في بيت مارك، وبتيجي مامته ليندا بتقول لهم إن القصة دي تخليهم يحذروا من الأشخاص اللي بيرتبطوا بيهم، وكلهم بيفهموا إن قصدها على أشلي لأن هم لسه متعرفين عليها قريب. لما أشلي بتركب عربيتها بتفتكر قصة دارين. بعدها بترجع بيتها بتلاقي مامتها كارين خارجة من البيت مع حبيبها تريفور، وأشلي بتتضايق ومش بتوافق إنها تتعرف على تريفور، وبتسيبهم وبتمشي. ومامتها بتفهمها إن تريفور ظهر في حياتها فجأة وما لحقتش تحكي لها عنه. وأشلي متضايقة لأن باباها متوفي من سنتين، وما كانتش حابة إن أي راجل تاني يكون في حياة مامتها، خصوصا إن النهاردة الذكرى السنوية لوفاة باباها. بعدها أشلي بتكلم صاحبتها ميرا فيديو كول. بعدها بيجيلها رسالة من رقم مجهول بيدعوها إن هي تنضم لنادي ستوكر. بتروح المدرسة تاني يوم بتعرف إن أصحابها كلهم جات لهم نفس الرسالة، ومستغربة إن الرسالة دي جات لهم بعد ما اتكلموا عن المطاردة، وكلهم بيتفقوا إن محدش فيهم ينضم للنادي. في الحصة المدرسة بتديهم مقصات علشان يعملوا مشروعهم، وساتي بتعرفها إن الدكتور مانعها تستخدم أي حاجة حادة، وبينضم شاب اسمه كايل مكان سادي مع أشلي وميرا. بعدها كلوي بتقول لهم إن هي عايزاهم ينضموا للنادي ده، وبتكون سمعت عن النادي ده قبل كده. ومارك بيكون متحمس لأنه بيحب يجرب أي حاجة جديدة. في الوقت ده أشلي بتلاحظ الجروح اللي في إيد سادي، وسادي بتقول إن هي كمان هتنضم. أشلي بتكون خايفة لكن بتوافق، وكلهم بيضغطوا على لينك الانضمام في نفس اللحظة. وبعدها بيبدأ يتبعت لهم ألعاب يلعبوها سوا. أول لعبة بتكون عبارة عن ورق، وكل واحد فيهم هيسحب ورقة، واللي هتظهر له كلمة المتعاقب يبقى هو ده اللي هيتعاقب باقي أصحابه اللي هم هيكون اسمهم ضحايا، والباقي مطلوب منهم يعرفوا مين هو المتعاقب علشان يكسبوا اللعبة. وسادي بتسأل إيه اللي هيكسبوه في الآخر، فكلوي بتعرفها إن هما مش هيتوصفوا بصفة الجبن. بعدها بيبدأ كل واحد يسحب ورقة، وكلوي بتعرفهم إن في قانون في النادي، والقانون بيقول إن هما طالما وافقوا على الانضمام يبقى ما ينفعش يقولوا لأي حد. وبنلاحظ إن كلوي هي دايما اللي بتشرح لهم. في الليلة دي أشلي بتكون حاطة الورقة في أوضتها ومكتوب عليها ضحية، وفي نص الليل بتصحى على صوت حد بيحاول يقتحم البيت. بعدها بتلاقي عربيتها منورة، ولما بتركبها بتلاقي حد سايب لها القناع، وفي نفس اللحظة بيجيلها رسالة من مجهول بيوصف لها لبسها. طبعا أشلي بتخاف وبتاخد القناع وبتجري على بيتها، وبيظهر بعدها شخص مقنع بيكون واقف قدام بيتها، وأشلي بتسيب القناع في أوضتها وبتقول إن دي مجرد لعبة وهتفوز. تاني يوم في المدرسة دارين بيعرفها إن كلهم جالهم القناع، وإن أكيد اللي بعتهم هو اللي بعت لينكات الانضمام للنادي، وبيكون حاسس إن كلوي ليها علاقة بكل ده. بعدها وهم في الحصة ميرا بتعرض الملف اللي عملته هي وأشلي وكايل، وكل الموجودين بيتفاجئوا بصفحة في وسط صفحات العرض، والصفحة بتكون عبارة عن خبر مقتل رجل أعمال محلي في حادث سير اللي هو والد أشلي. ميرا بتعتذر وبتقول لهم إنها مش عارفة الصفحة دي إزاي جت هنا. بعد الحصة ميرا بتقول لأشلي هي فعلا مش عارفة الصفحة دي جت إزاي، خصوصا إن الفلاشة محطوطة في دولابها بقالها يومين، وبتنصحها تبعد عن الشلة اللي اتعرفت عليها لأنها مش مرتاحة لهم، وبتعزمها على الغدا في بيتها. دارين بيجي وبيقول لها ما تزعلش من اللي حصل، وشايف إن ده ممكن يكون جزء من اللعبة. وبيجي كايل وبيسأل أشلي تفتكر مين اللي عمل كده، وشايف إن اللي عمل كده قاصد يضايقها.
ودارين بيقوله إن خلاص أشلي مش متأثرة باللي حصل، وبعدها بيطلب منها تروح تقعد معاه في بيته وهي بتوافق. ولما دارين بيمشي ميرا بتقول لها إن هما كانوا أصحاب مقربين، لكن دلوقتي خلاص هي مش عايزة تعرفها تاني. بعدها أشلي بتروح لدارين وبتسأله مامته وباباه اتطلقوا إمتى، فدارين بيعرفها إن ده حصل من سنة، وهو مرضاش يعيش مع مامته علشان أخوه معاها، وهما الاتنين مش متفقين قوي مع بعض، علشان كده اختار يعيش مع باباه. وأشلي بتحكي له إن في مرة باباها كان راجع من شغله بسرعة علشان يساعدها في مشروع مدرسي، كان بيسوق بسرعة كبيرة وكان في واحدة بتعدي الطريق وخرج عن الطريق علشان ما يخبطهاش، ووقتها دخل في عمود ومات. ودارين بيعرفها إنه هيقوم يشغل موسيقى، وهي بتبص من الشباك بتلاقي شخص مقنع، ولما بيشوفها بيمشي، وبترجع تبص وراها بتلاقي دارين لابس الماسك اللي جاله، بس مش هو الشخص اللي كان قدام البيت. وبيفهم دارين إن المتعاقب بيراقبهم، وبيعرفها إن هو ضحية زيها بس رمى ورقته. تاني يوم بيتقابلوا كلهم في المدرسة، وأشلي بتحكي لهم عن المقنع اللي كان عند بيت دارين، وسادي بتحكي لهم إن في حد خبط على بيتها جامد، ولما فتحت ما لقيتش حد. وكلوي شايفة إن كلهم بيألفوا قصص علشان محدش يعرف مين المتعاقب الحقيقي، بس مارك شايف إن ده هو اللي مخلي اللعبة حلوة. بعدها أشلي بتتعشى مع مامتها وتريفور، وبتعرف إن هو مستشار نفسي بيساعد الناس على معالجة مشاعر الحزن والتعامل مع أي إصابة نفسية، وبيعرفها إن ممكن يساعدها تتحمل جحيم المدرسة الثانوية. فأشلي بتتريق عليه وبتقوله لو هو فعلا يقدر يعمل كده كان يساعد مامتها علشان تنسى باباها. فمامتها بتاخدها بعيد عنه وبتتخانق معاها وبتطلب منها تسيبها تعيش حياتها. بعدها بيخرجوا بالمشروبات مش بيلاقوا تريفور، وكارين بتشوف المقنع لكن بيختفي بسرعة، فهي بتفكر إن دي تهيؤات وبيخرجوا يدوروا قدام البيت. وفجأة بيجي تريفور وراهم بيعرفهم إنه كان بيعمل تليفون. وبعدها أشلي بتلاقي أنسيال رجالي على الأرض وبتاخده. وتاني يوم بتوريه لدارين. لما كلوي بتشوف الأنسيال بتقول لهم إن مارك عنده واحد زيه بالظبط، فكلوي شايفة إن أكيد مارك هو المتعاقب، وكمان شاكة إن اللعبة دي كلها من اختراعه. وأشلي بتقترح إنها تواجه مارك. بعدها كلوي بتروح تقابل مارك في بيته وبيكونوا مرتبطين، وبتخليه يدخل البيت وهي في الجنينة. وبيجي دارين وأشلي وسادي اتأخرت، وكلوي بتخليهم يلبسوا الأقنعة ويستخبوا وهي هتخوف مارك. في الوقت ده مارك بيفتح شنطته وفجأة بيطلع منها كمية كبيرة من النحل وبيصرخ وبيجري على بره. دارين وأشلي وكلوي بيحاولوا ينقذوه وبيدوله حقنة الحساسية بتاعته. وسادي بعدها بتروح لهم المستشفى بتعرفهم إنها ما قدرتش تجيلهم وقت الخطة لأن كان عندها ميعاد تاني واتأخرت. بعدها مامة أشلي بتقول لهم إن مارك بقى كويس لأن هي ممرضة في المستشفى، وبتبلغهم إنه هيفضل محجوز يوم كمان. بيدخلوا يطمنوا عليه، وبيسأل أشلي ودارين كانوا بيعملوا إيه في بيته، فكلوي بتقول له إن هم عرفوا إنه هو المتعاقب وكانوا عايزين يعملوا فيه مقلب، لكن مارك بيعترف لهم إن مش هو المتعاقب. وأشلي بتسأله عن الأنسيال بتاعه، بيعرفها إن الأنسيال اتسرق، وفعلا أشلي بتلاقي ورقته مكتوب فيها ضحية. كلوي بتسأل لو مش مارك يبقى مين، ومين يا ترى اللي حط النحل في شنطة مارك. كلهم بيشكوا في كلوي لأنها كانت مع مارك من بدري، وكلوي بتدافع عن نفسها وبتقول ليه ما يشكوش في دارين اللي كان هيقتل أخوه، وعرفت ده لما سمعته بيتكلم مع مستشاره الإرشادي الأسبوع اللي فات، أو ممكن تكون سادي اللي حاولت تأذي نفسها. وأشلي بتقرر إنها تنسحب من اللعبة وكلهم بيوافقوا، فكلوي بتفكرهم إن هما يمسحوا الرسالة اللي جات لهم علشان محدش يعرف حاجة عن اللعبة ومحدش يتكلم تاني في الموضوع ده. بعدها دارين بيوصل أشلي البيت وهي بتقوله إنها مش مصدقة إن ممكن حد من صحابهم يفتكر يقتل حد منهم، وبتسأله هو فعلا حاول يقتل أخوه. فدارين بيحكي لها إن في كل مرة كان أهله بيكونوا في شغلهم كان هو وأخوه بيقعدوا مع بعض لوحدهم وقت طويل، وفي الوقت ده بقى كان أخوه بيعذبه. وفي يوم هو فقد أعصابه وحاول فعلا يقتل أخوه بالخنق. لما أهله عرفوا ما اهتموش إن أخوه هو اللي خلى حياته جحيم، وخلوه هو بس اللي يتابع مع دكتور نفسي، وهو ده بقى كان السبب في انفصال أهله. في الوقت ده ليندا مامة مارك بتكون عنده، وبتيجي كارين بتخليها تمشي لأن الزيارة انتهت. ولما بيمشوا بيدخل لمارك واحد لابس بالطو وبيحط له حقنة في المحلول، وكارين بتشوفه وهو خارج من ظهره وبتكون مفكراه دكتور. وفجأة مارك بتحصل له تشنجات وبيحاولوا يسعفوه لكن مش بيقدروا ومارك بيموت. وأشلي بقى بتحس إن في حد مراقبها بس بتكدب نفسها وبتقول إن اللعبة خلصت، وفي نفس الوقت بتبعت لها لينك الانضمام للنادي تاني.
في الوقت ده بتتفاجئ إن صورتها مع أهلها حد ضيع وش باباها، وبتسمع صوت التلفزيون شغال في الصالة، والفيديو بيكون عيد ميلادها وكان باباها لسه معاهم. وطبعا أشلي بتتأثر وبتعيط، وبعدها بتعلي صوتها وبتسأل مين اللي عمل كده، وهم اتفقوا خلاص إن اللعبة انتهت. في الوقت ده المقنع بيكون واقف جنب بيتها ومعاه سكينة، وأشلي رايحة ناحيته، لكن بتيجي مامتها وبتنادي عليها. بعدها بتبلغها إن مارك مات بسبب صدمة الحساسية، وأشلي بتقول لها إنها عايزة تعرفها حاجة مهمة، لكن بتفتكر كلام كلوي إن هم ما ينفعش يحكوا لأي حد. فخلاص أشلي قررت إنها مش هتحكي لمامتها، وبعدها بيجيلها رسالة إن اللعبة ما خلصتش وخلاص مش هتعرف تنسحب من نادي ستوكر. تاني يوم المدرسة بتعرف الطلاب إن مارك زميلهم مات، فميرا بتسألها مش شايفة إن دي حاجة غريبة إن مارك يلاقي نحل في شنطته؟ فالمدرسة بتقول أكيد النحل انجذب لحاجة موجودة جوه الشنطة. وأشلي مستغربة إزاي كلوي مش متأثرة بموت مارك. بعدها أشلي بتعرف دارين وكلوي الرسالة اللي جات لها وإنها لسه بتتراقب. كلوي ودارين جات لهم نفس الرسالة بس محدش بيراقبهم، وسادي ملازمة البيت لأنها خافت من اللي حصل لمارك، لكن دارين بيشك في سادي لأنها امبارح ما كانتش معاهم. في الوقت ده كارول مامة سادي بتديها حبوب مهدئة من بتاعتها، وكلوي بتعرف تفتح خزانة سادي، وأشلي بتتصدم لما بتلاقي صورة باباها اللي اتقصت، وبيتأكدوا إن سادي هي المتعاقب. وأشلي عايزة يتكلموا معاها علشان تبطل اللي هي بتعمله، وبيتفقوا إن هم يروحوا لها بالليل. ووقتها كارين بتشوف الصورة اللي مقصوصة وبتوريها لتريفور، ومفكرة إن أشلي هي اللي عملت كده، وتريفور شايف إن ممكن علاقتهم تكون أثرت في نفسية أشلي. ولما أشلي بترجع مش بتنكر إن هي اللي قصت الصورة، وبتقول إن نفسيتها متأثرة، ومامتها بتنفعل وبتقول لها لو الموضوع يخص تريفور لازم تعرفها، بس أشلي بتعرفها إنها متأثرة بذكرى وفاة باباها مش أكتر. وسادي بتكون هي فعلا اللي معاها الورقة اللي مكتوب فيها متعاقب، وأهلها بيعرفوها إن هم خارجين، وهي بتفضل تجرح في إيديها. بعدها بتسمع حد في أوضتها وبتلاقي نحلة ميتة، بعدها بتلاقي المقنع وراها، وسادي بتكون مفكراها كلوي وبتسألها إيه اللي جايبها هنا، وبتعرفها إن هي المتعاقب وهي خلاص مش عايزة تلعب تاني. في الوقت ده أشلي بتوصل قدام بيت سادي والمقنع بيشوفها، وفي نفس اللحظة أشلي بيجيلها رسالة من دارين بيعرفها إن هو هيتأخر، وأشلي بتدخل وبتلاقي برشام المهدئ، وبتدخل وراها كلوي وبتسألها ليه دخلت من غيرها. أشلي بتعرفها إن هي شافت المتعاقب هنا، وبعدها بيلاقوا سادي ميتة في البانيو وعندها جرح في الشرايين. ودارين بعدها بيوصل وبيطلب الشرطة، وكلوي بتأكد لأصحابها إن محدش يقول أي حاجة عن اللعبة، ودارين بيوافق على كلامها، لكن أشلي شايفة إن ده الوقت المناسب علشان يتكلموا، خصوصا إن هي شافت المتعاقب عند سادي. فكلوي بتقول لها مستحيل لأن سادي هي المتعاقب، وأكيد نهت حياتها علشان حست بالذنب لما مارك مات، ودارين مش عايز يدخل في مشاكل. وكلوي بتهدد أشلي لو قالت حاجة للشرطة هتعرف إن هي اللي قتلت سادي لأنها كانت معاها لوحدهم. في الوقت ده كارين بتوصل والمحقق بيطلب إنه يسأل أشلي، وهي بتحكي له وقت وصولها هي وأصحابها، والمحقق بيسألها ليه اتفقوا إن هما يتقابلوا في بيت سادي. فأشلي بتعرفه إن سادي ما جاتش المدرسة وكانوا جايين يطمنوا عليها. في الوقت ده مامة كلوي بتوصل، وكارين بتتفاجئ أول ما بتشوفها وبتاخد بنتها وبيمشوا. وكارين بتحكي لبنتها لما هي كانت في المدرسة الثانوية في بنت زميلتها ماتت، ودي كانت صدمة ليها، وأشلي عايزة تعرف زميلة مامتها دي ماتت إزاي. فكارين بتقول لها مش مهم تعرف، هي بس عايزاها تفهم إنها حاسة بيها. تاني يوم أشلي بتسأل دارين ليه امبارح ما جاش في الميعاد اللي اتفقوا عليه، فبيعرفها إن هو كان بيساعد باباه، وبينفعل عليها علشان حس إنها شاكة فيه، وبيعرفها إن سادي ما كانتش المتعاقب لأن لسه المتعاقب عايش، وامبارح لقى مشنقة متعلقة في حديقة بيته، وأشلي مش بتكون مصدقاه. وفي الحصة بتفتكر مارك وسادي وبتطلع وهي منهارة، وميرا بتروح وراها بتحاول تهديها، وبتسألها ازاي كلوي كانت أقرب صاحبة لسادي ومش باين عليها الزعل. وميرا بتكون شايفة إن من وقت ما أشلي ارتبطت بدارين وكل حاجة اتغيرت حتى أشلي نفسها. وقتها بتدخل كلوي وأشلي بتمشي، وبيوقفها كايل وبيقول لها إنه حاسس باللي هي بتمر بيه وممكن يخرجها علشان تتحسن، لكن أشلي بتنفعل عليه وبتعرفه إنها مش هتقدر تخرج. وفي الوقت ده كارين بتنفصل عن تريفور علشان هي عايزة تركز مع بنتها وبس. بعدها أشلي بيجيلها مكالمة فيديو من المقنع، وأشلي بتقوله لو طلع إن هي كلوي
فهتحكي له كل حاجة، والمقنع بيعمل لها إشارة إنه هيقتلها، وأشلي من عصبيتها بتوقع اللاب، وبعدها بتروح مكتبة المدرسة وبتبحث عن اسم النادي، لكن مش بتوصل لأي حاجة. وبتيجي المدرسة بتشوفها وهي كاتبة نادي ستوكر وبتسألها عنه، فأشلي بتكذب وبتقول إن ده اسم فيلم. وكارين بتفتش في أوضة أشلي بتلاقي الماسك، وأشلي بقى بتلاقي المكان اتقفل عليها، وبيظهر لها المقنع وبيجري وراها بالسكينة لحد ما أشلي بتوصل للمسرح. بتلاقي الفيديو بتاع عيد ميلادها شغال على الشاشة، وبتقدر تهرب قبل ما يطعنها، وبتقفل على نفسها الباب وبتدوس على الإنذار، والمقنع بيهرب. بعدها الشرطة بتيجي، وأشلي بتحكي للشرطي الحقيقة كلها، والشرطي بيعرفها إن هم فتشوا في المدرسة كلها وما كانش فيه أي حد غيرها. لما أشلي بترجع البيت بتحكي لمامتها عن النادي واللعبة، وإن المتعاقب عايز يقتلها المرة دي، وأكيد دارين أو كلوي حد منهم المتعاقب. وقتها دارين بيجي، وأشلي بتعرفه إنها قالت لمامتها وللشرطة كل حاجة، ودارين بيعرفها إنه مبسوط علشان هي كويسة وبيمشي. وكارين بتتصل بواحد بتقوله لازم كلهم يتقابلوا، وهو بيقول لها معاها حق. تاني يوم الشرطة بتروح لكلوي وهي بتكذب كل كلام أشلي. بعدها مامتها أنا بتسألها ليه كذبت، فكلوي بتنفعل وبتحكي لمامتها إن في مرة وهي سكرانة فضلت تقول كلام عن لعبة التعقب اللي لعبتها وهي صغيرة وإزاي دمرت كل حاجة. فمامتها أنا بتتصدم وبتسألها هي سمعتها بتقول إيه تاني، فكلوي بتعرفها إنها ما سمعتش منها أكتر من كده، وبتعرفها إن هي ملهاش ذنب في كل اللي حصل ولا تعرف مين اللي بيطاردهم. وفي المدرسة أشلي بتسأل كايل كان فين امبارح بعد المدرسة، فبيعرفها إن هو كان في المعرض وبيوريها صورته وهو هناك. بتيجي كلوي وبتتخانق مع أشلي، وبتيجي المدرسة بتعرف كلوي إنها تتحجز في المدرسة النهاردة زي امبارح، وده علشان تتعاقب. بعدها ميرا بتخلي أشلي تشك أكتر في كلوي، لأن كلوي وهم صغيرين كانت دايما بتحب تأذيهم، وكانت بتحط النحل في شنطتهم وبتحبسهم. وأشلي بتتأكد إنها كلوي، وبتتفق مع ميرا يتقابلوا بالليل علشان يقضوا على كلوي، ودارين بيسمعهم. في الوقت ده أهل الشلة كلهم متجمعين، وكارين بتقول لهم لازم يقولوا الحقيقة، لكن لوك والد سادي وأنا شايفين إن الموضوع عدى عليه 30 سنة فخلاص الموضوع انتهى. فكارين بتقول لهم لو كانوا سمعوا كلامها وما عملوش نادي ستوكر ما كانش كل ده حصل. وهي قالت لأنا إنها مش عايزة تلعب، لكن أنا كدبت وقالت إن كارين بتلعب، وده علشان كارين تفضل تحت المطاردة. وطريقة اللعب كانت تفكير أنا، وأنا بتقول لها لما تريزا ماتت دي كانت مجرد حادثة. وقتها بنفهم إن هما كانوا بيلعبوا نفس اللعبة، وصاحبتهم تريزا اللي ظهرت في أول الفيلم ماتت بسبب اللعبة. وكارين عايزة اللي كان متعاقب من 30 سنة يعترف علشان هو اللي كان موجود وقت موت تريزا، وعايزة تبلغ الشرطة. ولوك شايف إن هما يكملوا كلام بكرة. في الوقت ده أشلي وميرا بيكونوا قدام بيت كلوي، وبيتفقوا إن ميرا تتصل بكلوي تفهمها إن أشلي فقدت أعصابها ورايحة تقول للشرطة إن كلوي هي اللي بتطاردهم، وأكيد كلوي وقتها هتحاول تمنعها. ساعتها بقى أشلي هتصورها. وفي الوقت ده كلوي بتتفرج على صور مارك وهي بتعيط، وأشلي بتقتحم بيتها وبتصورها وهي بتكلم مامتها على التليفون وبتقول لها تبطل تلومها، ولو هي ما قالت لهاش على النادي من الأول كان زمان صاحبتها وحبيبها عايشين. وبتعرفها إن هي بتكرهها. وفجأة بيظهر المقنع بيذبح كلوي. أشلي طبعا بتصرخ وهو بيشوفها، والتليفون بيقع وأشلي بتجري ومش بتلاقي ميرا في العربية، لكن المقنع بيجي وراها فبتهرب. لما بتوصل البيت مش بتلاقي مامتها، وبتلاقي دارين داخل وراها وبيتأسف لها علشان كذب على الشرطة. فأشلي بتقوله أكيد هيكذب لأنه قتل مارك وسادي ودلوقتي كلوي. دارين مصدوم من كلامها وبيخرج، وفجأة بتسمع صوته بيصرخ، ولما بتخرج مش بتلاقيه. وكارين بتوصل وأشلي بتحكي لها اللي حصل. كارين بتقول لها تدخل تتصل بالشرطة وهتدور هي على دارين. أشلي في البيت المقنع بيطاردها، وكارين بتلاقي دارين مطعون، والمقنع بيكون موقع أشلي على الأرض وحاطط السكين على رقبتها. وأشلي بتقول لها خلاص هي مش عايزة تلعب. وقتها المقنع بيشيل الماسك وبتطلع المدرسة بتاعتهم وبتقول لأشلي إن أختها تريزا هي كمان ما كانتش عايزة تلعب، وبتحكي لها إن من سنتين عرفت من الدفتر بتاع تريزا اللعبة اللي كانت بتلعبها مع صحابها، وفهمت ليه أختها الكبيرة كانت دايما خايفة، والقناع اللي شافتهم كلهم لابسينه. والشرطة قالت إن تريزا وقعت لوحدها، لكن هي متأكدة إن أختها اتقتلت، علشان كده قررت تاخد من صحاب تريزا أكتر شخص هما بيحبوه.
وكارين بتدخل بتعرفها إن ما كانش ليها ذنب، وأشلي بتضربها على دماغها، وكارين بتوقع منها السكينة، لكن المدرسة بتحاول تخنق أشلي، ووقتها بتدخل ميرا وبتقتل المدرسة. بعدها بيظهر دارين وهو في فترة العلاج، وبيعرف أشلي إن الإنترنت كله بيتكلم عنهم. بعدها بيجيلها رسالة بتقول إنها مش هتقدر تهرب من نادي ستوكر. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص اللي جاي.